بعد ما الدحيح نزل الحلقة اللي عملها عن خالد بن الوليد، دوشة كبيرة حصلت من كذا طرف وكذا فريق، منهم الجماعة العلمانيين أو التنويريين أيا كان، اللي شايفين إن لأ، كان المفروض يغطي شخصية من جوانبها كلها، ومنهم المشايخ اللي شايفين إنه إزاي ما يتكلمش عنه كصحابي وجزء ديني، وإن توفيق ربنا أو الوحي أو نبوءة النبي أو غيره كان ليه دور كبير في تفوق خالد العسكري. ومنهم الجماعة اللي لا هم دول ولا دول، وشايفين إن الحلقة كانت عظمة وممتازة، بس ليه الدحيح ما بيعملش حلقات زي دي كتير يعني. بعيد عن الخلافات دي، يعني أنا شايف موضوع خالد بن الوليد أو تناول عمل محتوى عن الشخصيات اللي زي خالد بن الوليد في مشكلة كبيرة جدا. أنا بتكلم كراجل يعني كتبت في التاريخ الإسلامي وبعمل محتوى على قدي، إن إحنا بنقدم الشخصية دي يا جماعة كأنها استثناء، وده مش حقيقي. الشخصيات الاستثنائية في التاريخ عموما، سواء في التاريخ العربي أو الإسلامي، قليلة جدا، نادرة جدا، اللي هو ده واحد ومفيش منه اتنين. يعني ممكن نعمل ده مثلا حاجة زي عمر بن الخطاب لو بنتكلم على التاريخ الإسلامي مثلا. لكن خالد قائد عسكري جامد جدا وفظيع، لكن هو إيه رأس مال خالد بن الوليد؟ هل إنه كان بينتصر في معارك صعبة؟ هل إنه تقريبا ما اتهزمش في ولا معركة؟ طب ما في غيره. يعني أنا كتبت كتير عن المثنى بن حارثة الشيباني. ده قائد عربي مسلم من قبيلة كبيرة برضو، يعني راجل ابن أصل، وانتصر في معارك وفتوحات كتير في فترة التوسعات الإسلامية وناحية العراق وفارس والدولة الفارسية تحديدا، وعمل بطولات عسكرية فذة يعني. وما اتهزمش تقريبا في ولا معركة، والمعركة اللي أصيب فيها واستشهد بعدها كان نتيجة أخطاء قائد غيره. وكانت لو أنا فاكر يعني كانت هزيمة الجيش المسلمين، أو ما كانش نجاح في تحقيق الهدف العسكري من الحرب دي. لكن بعيد عن دي، المثنى بن حارثة الشيباني قائد عسكري برضه ينطبق عليه كل المواصفات العسكرية اللي تنطبق على خالد بن الوليد. فأنا مشكلتي في التناول المحتوى عن خالد بن الوليد هو ده يا جماعة، هو ما كانش استثناء. هتشوفوا بقى ما هوش ما كانش استثناء. هتشوفوا راجل يعني عمل اللي ما اتعملش عشان التوسعات الإسلامية والدولة الإسلامية. والله خالد بن الوليد ما كانش استثناء. وانت نفسك لو قعدت تدور على أسامي القادة العسكريين اللي كانوا بيقودوا الجيوش الإسلامية في الفتوحات دي، في زمن من بداية من زمن عمر بن الخطاب تحديدا، هتلاقي منهم كذا حد ممكن تعتبره زي خالد بن الوليد. يعني ما كانش ليه تاريخ عسكري كبير قبل الفتوحات الإسلامية دي ولا حروب الردة، ويعني وما اتهزمش تقريبا وعمل معارك كبيرة وغيره وبتاع. فهو مش استثناء. حبه بقى ما تحبوش، تشوف ان اللي ما اتكلمتش عن الجانب الديني تمام، لا ينفع تتكلم عن الجانب العسكري بس تمام، انت حر. لكن التعامل مع ان احنا بنتكلم على حاجة استثنائية منين؟ ده عكس اللي التاريخ بيقوله تماما. وكمان التعامل مع انه والله طب انتوا ازاي ما تقولوش بقى القصة كلها وتقولوا اللي هو عمله في الحاجات اللي النبي نفسه عليه الصلاة والسلام قال ان احنا اللهم اني ابرأ اليك مما فعله خالد يعني. طب ما هو انت برضو هتمشي المسطرة دي، هتلاقي برضو خالد مش استثناء. يعني هل خالد هو القائد العسكري الوحيد اللي عمل فتوحات وعمل انتصارات عسكرية فذة ورهيبة وأيا كان تقييمك ليها يعني، وفي الآخر نهايته كانت إن عمر بن الخطاب عزله وحبسه تقريبا في البيت ومات على فراشه وبتاع؟ طب ما احنا عندنا طارق بن زياد. أنا في تقييمي الشخصي العسكري يعني تقييم الشخصي للفتوحات العسكرية، لا، طارق بن زياد عمله أصعب بكتير من خالد بن الوليد عمله. إن خالد في الآخر كان قريب من مركز الدولة الإسلامية، من العرب، من خطوط الإمداد يعني بالمصطلحات العسكرية. طارق بن زياد كان في شمال أفريقيا الصعبة واللي فيها أمازيغ ما بيتكلموش عربي، وعبور الناحية التانية لأول مرة في تاريخ الدولة الإسلامية، عاد الناحية التانية من البحر، والأندلس اللي كانت دولة كبيرة جدا كمساحة وقوة واسم. فطارق بن زياد عمل معجزات برضه. كانت إيه نهاية طارق بن زياد؟
اتعزل من الجيش، وكان في كلام بقى على غيرة من القائد المباشر بتاعه موسى بن نصير، وإنه كان عايز يركب ابنه، وكلام على الذمم وقصص كده يعني. المهم إن الخليفة الوليد ابن عبد الملك عزلهم هما الاتنين وطلبهم لمركز الخلافة في دمشق بالسمات قبل ما يوصلوا أو بعد ما وصلوا بحاجة بسيطة. فاللي مسك بعده سليمان بن عبد الملك، يعني نكل. يعني التاريخ بيقول إنه نكل بموسى بن نصير، وما التاريخ ما بيقولش إيه اللي حصل في طارق بن زياد. يعني تخيل إن الراجل ده اللي حصل فيه حتى ما اتذكرش. وأظن من كتر ما كان هو أصعب وأقسى، لأن موسى بن نصير اتحط عليه جامد سنين طويلة واتقال ده واتحكى. والراجل ده برضه ليه دور في فتوحات مهمة في شمال أفريقيا يعني، وليه دور طبعا في موضوع الأندلس، وإن كان طارق بن زياد هو الأساس والبطل. لكن طارق بن زياد حصل له إيه من بعد ما وصل لدمشق محدش يعرف. موضوع اتكتم عليه تماما. تخيل قائد زي طارق بن زياد وعبقريته برضه العسكرية والفتوحات العظيمة اللي عملها، برضه نهايته كانت أكثر غرابة من خالد بن الوليد. وإن كان طارق بن زياد لم يرتكب الأخطاء اللي ارتكبها خالد في معاركه وحروبه، يعني مش عسكريا، خلينا نقول مجازا أخلاقيا يعني. وده برأي عمر بن الخطاب وبرأي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مش رأيي أنا الشخصي. ونهايته كانت غامضة بعد ما اتعزل وبعد ما ضيق عليه، وقيل إن هو اتسجن فترة في الأندلس وحاجات كتير التاريخ بيقولها يعني. فأنا بيبقى مشكلتي في الناس اللي بتتعامل مع أو اللي اتعاملت مع حلقة خالد بن الوليد إن دي حاجة استثنائية، إن ده شخص استثنائي، سواء في اللي قاله الدحيح أو اللي ما قالوش الدحيح. دي بتبقى أزمة. يا جماعة والله يعني إحنا ممكن نعمل أي محتوى عن أي شخصية تاريخية تمام، وقول وجهة نظرك وتاخد جزء تاخد كل، أنت حر. بس وإحنا بنتعامل مع إن دي حاجة استثنائية حاجة نادرة، يعني بالراحة ندور كويس الأول، نفتش ونشوف هل فعلا الحلو أو الوحش في الشخصية دي مع استثنائي، فنحتاج إن إحنا امسك الحق شوف شاهد قبل الحذف ولا لأ. الموضوع بيحصل يا جماعة، التاريخ مش بيعيد نفسه، بس في الآخر كلنا يعني أزماننا وشخصياتنا وأحداثنا يعني بشكل ما نسخ من بعض. فخالد ما كانش استثناء في أي شيء، أيا كان تقييمك ليه، وأيا كان الشيء ده كويس وحش إيجابي سلبي. في الآخر جوه التاريخ الإسلامي نفسه في نماذج شبه خالد في انتصاراته، في نماذج شبه خالد في نهايته، وطبعا في نماذج شبه خالد في قصة إسلامه، وفي نماذج شبه خالد في أخطائه وفي كل حاجة يعني. فبالراحة يا جماعة، يعني الموضوع أبسط بكتير من ده. بس إحنا محتاجين شوية نقرأ، معلش يعني لو ينفع وهنتعب مع بعض شوية نقرأ.